شايف العيل الكحيان ده؟ ماذا لو قلتلك انه هيبيد 3 جيوش في ساعة واحدة؟ ايوه يا صديقي، زي ما بقولك كده، من عيل فقير مهمش كحيان لاخطر رجال مدينته، بقى يملك آلات، اسلحة، معدات وقنابل، عصابة كاملة وفلوس بتجري، الدنيا كلها تحت ايده، بيحركها كأنها قطع شطرنج. وصل لكل ده ازاي؟ هات الشاي بتاعك وتعالى نبدأ الحكاية من وسط شوارع امريكا 2077. في وسط شوارع امريكا في 2077 العالم كله بيبقى عبارة عن آلات، والتطور واصل السحاب حتى في البني ادمين، وده معناه عالم الجريمة فيه بقت اقوى واشنع بمراحل. بنروح عند دورية شرطة، بيجي راجل ضخم غريب جسمه عبارة عن الكترونيات واسلحة متركبة، بيقف عند عربية شرطة وبيدمرها فجأة. بتبدأ حرب دمار بين الشرطة والسلاح البشري ده اللي مش بيدي الفرصة ليهم، وفي منت الا منت بيفجر رؤوسهم في لحظة. ولكن فجأة بتيجي قوات الماكس تاك اللي بنعرف انها انتربول عالم التطور، متخصصة بس في المجانين الآليين زيه، اللي الآلات في جسمهم بتوصل لفوق الحد الأقصى لدرجة انها بتلغي عقولهم وتسيطر عليهم، وبينجحوا أخيرا في السيطرة عليه وتدميره نهائيا. وفجأة بيصحى بطلنا ديفيد من اللعبة دي كلها وهو مولع من الحماس. ايوه يا معلم، دي كانت عبارة عن لعبة إلكترونية زي ألعاب 3D بس بمستوى أفجر يخليك تحس بكل حاجة فيها. بيروح ديفيد لأمه اللي كانت نايمة ميتها من شغلها اللي ما بيخلصش لا ليل ولا نهار، علشان تقدر تنتشل ابنها من الضياع اللي هما فيه، وتدخله أحسنها مدرسة أراسكا اللي بيدخلها بس كريمة وكريزة المجتمع، وهم ما حصلوش قعر المجتمع حتى. عايش هو وأمه في أقذرها منطقة في أمريكا، نايت سيتي، اللي ما فيهاش غير جهل وفقر ودمار. بتصحى أمه وبتقول له إنها قريب هتجمع فلوس تصليح الجهاز اللي بيستخدمه في المدرسة، لكن هو بيرفض علشان ما يزودش الحمل عليها، وبيقول لها إن الأخصائي بتاع الألعاب هيظبط له الدنيا. وأثناء كلامهم بيجي خبر على التلفزيون بموت العقيد جيمس نوريس على إيد قوات الماكس تاك، وكمان اتسرق منه عضو إلكتروني خطير. والمفاجأة صديقي إن العقيد ده هو نفسه اللي كان بيلعب بيه ديفيد في أول الحلقة، وعاش آخر لحظات أكشنة معاه صوت وصورة وإحساس كمان. بيروح ديفيد للمدرسة اللي بيبعد بيها عن منطقته الموحلة، ومحدش هناك بيبقى طايقه، وكأنه فيروس هيسيبهم برغم إن الواد ناجح وشاطر في كل مواده. لكن الفقر هنا هو قبر إياك تخرج منه أبدا وإلا محدش هيرحمك. بيبوظ الجهاز بتاعه وبيبوظ باقي الأجهزة بسبب إنه محدثوش زي ما أمه قالت له، وده خلاص خلاها تيجي تترجى المدير علشان يفضل في المدرسة وإنها هتتكفل بكل التكاليف. وهم مروحين، أمه بتتخانق معاه بسبب عدم سماعه الكلام، وهو في حتة تانية بيقول لها إنه بيفكر يسيب المدرسة كلها أساسا ويشتغل علشان يساعدها، لكن هي بتقول له اوعى يفكر في حاجة زي كده خالص لأنه بكده هيدمرها. وفجأة بتحصل حرب عصابات حواليهم وهم بيتاخدوا في النص، العربية بتتقلب بيهم، ديفيد بيصحى ولكن أمه اللي بتكون واخدة النصيب الأكبر من الأذى مرمية وسط النار هناك، وديفيد بيصرخ علشان يساعدوهم، لكن وكأن القبر اتقفل عليهم يا صديقي، ما حدش بيسمعهم أو يشوفهم. بيروح ديفيد يوديها لأرخص مستشفى وبيقولوا له إن هم عالجوها خلاص ولكن هيحتاجوا مصاريف العلاج. بيروح بيته علشان يلاقي أي حاجة يبيعها علشان أمه، لكن حتى البيت بيتقفل علشان الإيجار المتأخر عليهم. مصاريف مصاريف مصاريف، وأمه كانت وسط كل ده ومش بتشتكي أبدا علشانه. بيدخل من الشباك وبيبدأ يفتش على حاجات يبيعها، وفجأة بيلاقي الجهاز اللي اتسرق من النقيب. بيعرف إيه المصدر اللي كانت أمه بتتكلم بكل ثقة عليه في مصاريف دراسته، التجارة في الأعضاء البشرية. بيتصل بالأخصائي بتاعه علشان يبيعه له، ولكن بيطلع نصاب وهو بيفهم ده، فبيدور بنفسه بيلاقي إن قيمته كبيرة جدا. بيخرج علشان يتمشى ويفكر في اللي هو فيه، ولكن بينغص عليه المشية زمايله من كريمة المجتمع وبيفضلوا يتريقوا عليه وهو ساكت، لغاية ما بتيجي سيرة أمه فبيتعصب جامد. ولكن للأسف الواد التاني بيبقى محصن نفسه كويس وعامل شريحة في جسمه للكونغ فو، وبيديله شمال يمين وفوق وتحت وفين يوجعك. وديفيد يا عيني مش بيلاحق، بيقع من طوله مش قادر يتحرك لأن حتى جسمه ما فيهوش كتلة واحدة آلية عكس عالمه الجديد. بيمشي ويسيبوه علشان يجيله الخبر المميت، أمه ماتت ولازم يجي يستلم جثتها دلوقتي. بيروح هناك وهو تايه مصدوم، ولكن مش بيلحق حتى يزعل لما بيرموله اختيارات الدفن وإن هم عايزين فلوسها دلوقتي. بيختار أرخص حاجة وبياخد رماد والدته معاه وبيروح بيته من الشباك، والمصاريف بترف عليه من كل ناحية، ويزيد عليه اتصال زمايله
اللي بيعايره بموت امه. وهنا طفح الكيل يا صديقي، بينفجر من الغضب وبيروح للاخصائي مره تانية، واللي كان راجل عجوز مريب، وبيقول له يركب له الجهاز في جسمه. الاخصائي بيتفاجئ بطلبه ونظره عيونه اللي كلها انتقام، بيقول له انها هتدمره، ولكن هو بيكون مش همه اي حاجه. جندي خسر المعركه خلاص ومش همه غير انه ياخد بصقره. بيستغل الاخصائي حالته دي وبيوافق هيركبه له قصاد انه لو ما استحملوش هياخده ببلاش. مين اللي ما استحملش يا برو؟ البس بقى الفخ بتاعك. بمجرد ما مركبه له بيروح المدرسه في وسط الحصه ومش همه حد، بيتحدى الواد زميله فبيفتكر انه هيعلم عليه تاني، ولكن ما جربش وحش ديفيد اللي طلعه بايده من سباته. الجهاز بيعمل وظيفته في نفس الحركه الظابط المجنون، لكن المره دي ديفيد متحكم بكل خطوه وفاهم بيعمل ايه كويس، ما تسيطرش عليه. بيدمره في لحظه ببنيه كانت هتطيره للبيت. جهاز الساندفستان لقى شريكه الحقيقي. في نفس الوقت اعضاء المدرسه كانوا بيراقبوه. واحد يقدر يتكيف مع الساندفستان ده معجزه، ومنهم رئيس مجموعه تاناكا، واللي بيطلع ابو الولد ده اللي بيرمي ابنه في اقرب سله زباله علشان حاله ديفيد الجباره واللي في ايدها مستقبل شركته. بيقرر يضمه ليهم. لسه بيتصلوا عليه علشان يبلغوه، ولكن ديفيد بيلغي المكالمه بملل، فاكر انه خلاص كل حاجه راحت، ما بقاش عنده استعداد حتى يجادل. بيخرج يتمشى، والحاجه الوحيده اللي بلاش في البلد دي. ولكن وهو في الباص بيلاحظ بنت بتسرق الشرايح من الناس بمهاره، ولما بيجي عليه الدور بيشغل ستاندفستان وهوب بيمسكها. بتتصدم انه كشافها فبتاخده وتحاصره وتخنق رقبته بسلك متوصل في ايديها. بتعرف انه مركب الساندفستان فبتعرض عليه يشتغل معاها، لكن بطلنا بيرفض ياكلها بالحرام. فبتقول له لا تصدق امك عرفت تربي، انا ما بسرقش غير بتوع اراسكا اللي عايشين في ابراج، لكن الفقراء اللي زي حالتنا ما بقرب لهمش. فبيقتنع اذا كان كده ماشي. بيتفقوا عن نسبه، وبنعرف ان اسمها لوسي. بيبدا يسرق بمهاره فائقه، بيتجمعوا سوا بالغنيمه اللي سرقها، ولسه بتقيم شغله بس بتلاقيه وقع من طوله. بتتصل بالاسعاف، وبنعرف الساندفستان تاثيره بدا يبان على جسمه، وبتساله ايه الادويه المضاده اللي بياخدها، بس هو مش بيبقى عارف اصلا دي تبقى ايه. بتضحك على غبائه، ولكن فجاه بيثبتهم بتاع الاسعاف وبيقول الواد ده معاه ساندفستان بملايين، مستحيل نفرط في كنز زي ده. ولكن فجاه البنت بتنط في وشه وبتسحب العربيه اللي عليها ديفيد وسط العربيات وكانها بتسوق عجله. منتهى الحرفنه صديقي. ديفيد بيقول لها توديه للاخصائي، وهناك بيقول له الحمد لله على السلامه، قول لي بقى انت استخدمته كام مره كده؟ فبيقول له 8 مرات. وهنا بيتصدم الاخصائي ده جنان، محدش يقدر يستحمله اكتر من 3 مرات. بتقول له لوسي يديهم الادويه ويخلصوا، وهي بتدفع له ثمنها. بعدها بتاخده لبيتها بعد ما يقول لها انه على الحميد المجيد، وهناك بيتكلموا سوا. بتاخد منه جاكيتته وتقول له الا قول لي انت هاوي شغل السايبر بانكس ده؟ فبيتفاجئ، ولكن بيعمل نفسه تقيل هو كمان، ويقول لها مش عايز اشوف واحده معلقه بوستر بتشجع فيه الحياه في القمر تتكلم عن الاستايلات. فهي بيبان عليها الحزن شويه، وبتقول له هوريك حاجه، وبتاخده لرحله الكترونيه للقمر 3D زي الواقع تماما. بيلعبوا سوا هناك، وهي بتقول له ان الحياه هنا احسن بكتير من الارض، ودي اول مره تشارك فيها حلمها السر ده مع حد. بيتبسط من كلامها، بس فجاه بيفوق من حلمه على كابوس، وبيخرج للواقع بيلاقي شله عصابات محاوطه علشان تاخد منه الساندفستان، وبيتضح انها خدعتنا جميعا وجابته هنا علشان تسلمه ليهم. بيمسكوا واحد منهم اسمه ماين وبيضربوا علشان يعترف له جاب منين الساندفستان بتاعه. بيستغرب ديفيد وبيقول انه لقاه مع امه بس، لكن ما يعرفش انها كانت عايناه ليه. بيتفاجئ ماين انه ابن المورده بتاعته، وبيسالوا عنها فبيقول لهم انها ماتت. بيسيبوه ويعزوه، ولكن بيهزقوه لانه حط الجهاز بتهور وان هما مش هيعرفوا يشيلوه منه بسهوله. بيعرف ان هما السايبر بانكس، فبيستغل الفرصه وبيقول انه استخدمه 8 مرات في اليوم، وعلشان يثبت لهم بيستخدمه مرتين كمان. وهنا بينبهروا بيه وبيقرروا يحطوه تحت الاختبار، وبعدين يقرروا بيدخلوا لوسي تحط له جهاز تعقب علشان لو فرق يهرب ويمشوا. ديفيد بيحس باليأس بسبب غدر لوسي بيه. هي بتقول له انها شغاله معاهم من الاصل، ولكن عرفت بالصدفه موضوع على الساندفستان وبتعزيه في موت امه، وهو بيمشي من غير ولا كلمه. بيروح لبيته وبتجيله رساله من المدير انه خلاص اتكرموا وهيخلوه في المدرسه، بس في المقابل يعتذر لابن المدير. فبيقفل في وشهم السكه. جدع يلا، الكرامه شد حيلها شويه. بيروح تاني على ميعاده مع السايبر بانكس، بيحكوا له على الخطه، وهي ان هم متارجتين احد حراس اراسكا المتشددين، وبرضه احد مشجعي مصارعه النساء المتعصبين. بيشجع لعيبه معينه وعلى طول بيراهن عليها، بس المره دي هيبوظوا له التكنيك. بيقولوا له ان في واحده تاني هتكسب وانت اللي عليك هو بيتحسر على فلوسه. تسرق منه بيانات الملاحه من عربيته،
عربيته، وهو بيستغرب ان هم مش عايزين العربيه كلها. فبيقول له ماين ان لو العربيه اتسرقت توصل اشاره لنينجا اراسكا وهم في غنى عن حرب العصابات دي. ديفيد بينفذ الخطه بسرعه وكله عالي العال وبيسرق مفاتيح عربيته، ولكن بيحصل ما لم يكن في الحسبان. الراجل بتجيله مكالمه من مديره واللي بيطلبه بشكل مستعجل، بيضطر يروح وهم لسه ما كملوش نسخ البيانات. ماين بيغير الخطه، بيخلي ديفيد يحط المفتاح في العربيه، وبنت معاهم اسمها ريبيكا بتماطل السواق شويه. بيروح ديفيد للعربيه فبيلاقي لوسي مستنياه هناك وبتقول له يقعد في مكان السواقه، وبيدخلوا وهي بتبدا تخترق البيانات ببراعه. بيقفش الحارس ان مفاتيحه اتسرقت ويجري للعربيه بسرعه، بيقفشهم وبيكسر عليهم ازاز العربيه. ديفيد مش عارف يعمل ايه ولوسي مشغوله جنبه، ده عمره ما ساق عربيه في حياته قبل كده، هيسرق ازاي عربيه بالشكل ده؟ هيسوقها ازاي؟ يا عم مش مهم اي حاجه دلوقتي، هيموتوا لو ما اتحركتوش. بيدوس على الفرامل بسرعه رهيبه وهو متماسك بالعافيه، بس بتلاحقهم عصابه مخالب النمر، واحده من اتقل العصابات هناك. بنفهم ان الحارس مأجرهم فبيجروا بسرعه، بس بيقفوا عنده زحمه الطريق. الله، الحظ كما يجب ان يكون يا جدعان، مستحيل يقدر يتخطاهم ويعمل نفس اللي حصل له مع امه وروح حد تروح بسببه. بس العصابه بتقرب، بياخد ديفيد القرار وبيشغل صاحبه الساندفستان ده، حتى في السواقه ما بيرحمش الولد ديفيد ده. هوب بيتفادى العربيات بلمح البصر وينط على الرصيف التاني ويتخلص من اخر واحد وراه بعد ما يلبسوا العربيه نقل. بيوصلوا للمكان المنشود، ولكن بيطلع ان فردين من العصابه لحقوه، هيموت ويقتل ديفيد. لوسي بتدافع عنه وبتقطع عليه الواد دراعه، لكن الواد معاه دراع آلي بتتحول لسلاح فتاك في ثواني. لسه هيطعن ديفيد، ولكن بيجي البيج بوس ماين بعربيته المتينه وبيتصدى لسلاح الواد ده. انت بتمد ايدك على واحد من رجالتي؟ طب البس بقى. في ايده سلاح فتاك بيطلع وبيفجر دماغ ودمه بينتشر في كل حته. جبار يا زعيم، جبار. بالليل بيحتفلوا بالمهمه اللي ادوها. بيمدح ماين ديفيد على نجاحه وانه خلاص بقى فرد منهم، بس بيقول له هديك نصيحه للزمن بيني وبينك يعني كده، اوعى تثق في اي حد غير نفسك. وبيديله ادويه مضاده ونصيبه من العمليه، وبيقول له بعد ما تجمع فلوس اكتر وتقف على رجليك لازم تشتري لك كام جهاز كمان علشان توازن الساندفستان. ولكن فجاه بيدخل عليهم راجل شكله خطير وصوت الاحتفالات بيتخرس بدخوله. بيطلع انه هو الرئيس الكبير ممول المهمات ليهم فاراداي. بيهزقهم انهم بوظوا له الدنيا بعد ما جابوا له العربيه بدل البيانات في الخباثه زي ما كان عايز. بيمسك الرئيس ماين اعصابه علشان ما يفرتكش دماغ امه دلوقتي. بيقول له ان الظروف حصلت كده، الراجل خد باله ان مفاتيحه مش معاه فاضطروا يمشوا بالعربيه، لكن هو بيقول لهم ما يخصوش وانه هيعدي عليهم بعد ما الدنيا تهدى شويه ويمشي. وهم كمان بيقول له ديفيد في الطريق كنت فاكر انت رئيس القعده. فبيقول له ماين العبره بالفلوس يا صاحبي، يلا سلام. بيفضل باصص للوسي بس بتقطعه بنت كده واللي كانت مشتركه معاهم في العمليه وعطلت الحارس شويه قبل ما يقفشهم. بتقول له انا ريبيكا، وهو بيفتكرها بيشربوا سوا وبعدها بتمشي. في نفس الوقت بتجيله رساله من مدير المدرسه بيكلمه تاني في موضوع الاعتذار، لكن ديفيد ما بقاش بتاع زمان خلاص، بقى معاه سلاح فتاك وعز وجباره. بيقول لهم لو عايزين عركه انا موجود، غير كده ما فيهاش سلام. بيقرر ديفيد يشتغل ويتعلم اكتر في العصابه دي، لازم يبقى اقوى بسرعه. بيطلب من ماين يساعده، ماين ما بيتوصاش، بيكلفه بمهام كتيره وديفيد بينفذها كلها بنجاح. بيركب كمان رئه آلية بالفلوس اللي لمها، ايوه بدات تروق وتحلو لغايه ما بقى خلاص رسميا فرد من عصابه السايبر بانكس. وهم ماشيين واحد من العصابه قاعد يلبي نداء الطبيعه وسط الشارع، بيتعصب عليه فرد تاني منهم وبيقعد يهزق الراجل ده، لكن ده في خبر تاني مش داري باللي حواليه ويعني فيها جليتش مريب. وفجاه بيفجر وش صاحبنا اللي جنبه والدنيا بتمشي بالبطيء قدام ديفيد المصدوم. بيشوف كل حاجه ومش عارف يتحرك لغايه ما بيفوقوا ماين وبيعدوا. بتتجنن ريبيكا وبتبدا تضرب نار في المليان، اللي مات قدام عينيها ده يبقى اخوها ولازم تاخد بطارها منه. بيوقفوها ولوسي بتحاول تهكر دماغه وبياخد باله المجنون ده ولسه هيهجم عليها ديفيد. في ثواني بيكون مفعل الساندفستان وبيفجر دماغه، لكن لوسي بتكون اتصابت في دماغها على خفيف. فبيقول لهم ماين يروحوا العياده وهو هيتكفل بالباقي. بيروحوا للاخصائي مره 10 وبيعالجها. بيوصلها ديفيد للبيت بس بيطلب يتكلم معاهم، وبيطلعوا على السطح وهي بتقول له انها هي كمان عايزه تتكلم معاه. بتقول له انها ما كانتش بتكذب في موضوع حلمها زي ما اخد فكره عنها، هي فعلا عايزه توصل للقمر. وهو بيقول لها انه عارف انها مش بتكذب. بيسالها ليه هي الوحيده اللي مش مؤمنه بيه، برغم ان ماين ذات نفسه مؤمن انه هيبقى حاجه كبيره في يوم من الايام. بتقول له علشان تعمل تاريخ مش هتعمله غير لما تموت وده مش مناسب ليك. بيقول لها ان هما مش مختلفين كتير، هما الاتنين
الاتنين مالهمش حد ومالهمش مكان، وعشان كده بوعدك هوديك القمر زي ما بتحبيني. وبيتصالحوا. بتجيلهم مهمة جديدة، المرة دي يراقبوا تاناكا. ايوه يا صديقي، هو نفسه رئيس مجموعة اراسكا اللي كان عايز يضمه ليهم بعد ما خرشم لابن وشه. بتقول له كيوي عضوة قديمة معاهم انها لقيت شوية شرايح ممنوعة في سجل مشاهداته من صنع جي كي. فبيتفاجئ ديفيد دي هي نفسها العاب المهووس بيها واللي عملت برضه لعبة النقيب بتاع الساندفستان. بيقول لهم ان حاجة زي دي لازم تتركب للشخص بعينه علشان يقيس مستوى تحمله، يعني تاناكا لازم يبقى موجود بنفسه علشان يستقبل شريحة تانية منها. بيتفقوا ان هم هيمسكوا جي كي ده علشان يستدرجوا تاناكا، وفعلا بيعمل ديفيد انه معجب بيه ولسه ماين هيقبض عليه، ولكن جي كي بيصيبهم بموجة فوق مغناطيسي بتأثر على خلاياهم. بيفوقوا وبيلاقوا ماين مغمى عليه، ولكن ديفيد مش موجود. لوسي بتتصدم في مكان تاني. ديفيد بيفوق وبيلاقي حواليه جثث كتير ومعاه سلاح في ايده، وعلشان تكمل بيدخل خلية قوات الماكس تاك وبيصنفوه كمجنون آلي. ديفيد بيهرب، ولكن كل ما بيهرب بيقتل حد من الضباط من غير ما يقصد. الواد هيتجنن. ايه اللي بيحصل؟ بيفضل يقول لهم انه مش هو، ولكن ما حدش بيسمع كلامه وشايفينه مجرد مجنون مالوش عازة انه يتكلم. بيقبضوا عليه ولسه هيفجروا راسه. ديفيد بيصحى من النوم. ايوه دي كانت لعبة من العاب جي كي. بيلاقي نفسه متكتف في كرسي وجي كي مش بيرحمه من الافكار. انت هتكون مجنون آلي ولا مفر من هذا القرار، يلا بينا لجولة جنان تانية. ديفيد بيصرخ علشان حد يلحقه، ولكن خلاص بيكون دخل وعيه للهلاك. بس وكأن نداءه مستجاب بتدخل عليه لوسي وبتنقذه في ثواني. بيمسكوا جي كي وبيهددوه بقتله، ولكن جي كي ولا كأن حاجة بتحصل، بل بيبقى منشكح على الاخر، عارف ان قيمته كبيرة دلوقتي فبيستغل الوضع. بيستعين بطائرات حربية آلية علشان تخلص عليهم. لوسي بتحاول تهكرها وديفيد بيبقى في ظهرها، بيكسب لها الوقت لغاية ما تهكرها بنجاح. اخيرا بيحكموا قبضتهم على المختل جي كي. بيجي تاناكا حسب الاتفاق مع جي كي، وفي نفس الوقت العصابة بتحاوطه من كل حتة. بيضرب في المليان بأسلحة من ايده، وماين لسه هيحصل عليه بس سلاحه بيعلق. بيستغل تاناكا الفرصة وبيفضل يضرب فيه. بيفعل ديفيد الساندفستان وبينقذه. بيتفاجئ بيها تاناكا، وفي نفس الوقت بتيجي ضربة في وشه بتفقد وعيه من ماين. بس فجأة وراهم جي كي بيحتضر. رصاصة بتدخل رقبته بتقتله. بيبص لديفيد بيبتسم بجنون، بعدها بيموت. بيقرروا يهربوا قبل ما يجي فريق الانقاذ، وديفيد بيبص له بصة أخيرة كلها قلق وبيهرب معاهم. بنروح فلاش باك لماين. كان شاب ضعيف وسط صحراء جرداء. فجأة بيفوق ومش بيبقى عارف يسيطر على ايده ولا نفسه. ايه ده؟ شكله على مشارف الجنون الآلي ولا ايه؟ صاحبته بتبقى جنبه بتحاول تهديه، لكن هو مش بيهدى. بيضربهم كلهم، ولما بيفوق بينسى كل اللي حصل. بيستغرب ان هم مضروبين، فواحد من العصابة بيديله بنية تخليه يغمى عليه. بيجي ديفيد ولوسي بيقولوا لهم ان الاخ ماين ضرب كيوي وهي دلوقتي في المستشفى، وهي الوحيدة اللي كانت تقدر تخترق شرايح تاناكا. لوسي بتبقى متوترة، كيوي هي اللي جابتها للعصابة وجملها كبير عليها. بيتقرر لوسي تاخد مكانها، وديفيد كالعادة بيكون في ظهرها بيكملوا الشغل. وعند ماين بيتصل بيهم فاراداي بيقول لهم لازم يخلصوا بسرعة والا اراسكا هتقفشهم، ولكن الجليتش بيسيطر عليه من تاني وبيغمى عليه. عند ديفيد ولوسي بتبقى مستمرة في اختراق تاناكا، وديفيد بيراقبه، ولكن فجأة بيفوق، وقبل ما ديفيد ينومه تاني بيحاول يستميلوا ليه. بيقول له يا ابن مستقبلك معانا، ما تضيعش نفسك، احنا معانا سجلك كله، انت الوحيد اللي هتتضر منهم، برغم اني شفتك لما علمت على ابني الا اني حطيتك في قوائم الممتازين، لازم تبقى معانا وامنياتك كلها تتحقق، العصابه دي بس بتستغلك. وعند لوسي بتكون وصلت البيانات، بتتفاجئ لما بتلاقي ان ديفيد هو كمان من اهدافه. عند ديفيد بيكون مشتت، مش هيقدر يبيع صحابه ولكن مش عارف يعمل ايه. وفجأة بيرحموا من القرار دخول ماين والبنت اللي معاه، وقبل ما يحقنوا تاناكا دماغه بتنفجر. ايه اللي بيحصل؟ لسه بيحاولوا يستوعبوا، بيلاقوا لسه بوسي في عملية الاختراق، فبيفصلوها قبل ما تروح في الباي باي. بيحصل مشادة بين ديفيد وماين، كل واحد بيلبس التاني تهمة، لغاية ما بتوقفهم البنت اللي معاهم وبتقول لهم مش وقت لعب العيال ده خالص، جهاز التشويش اللي عملته لوسي اتحرق لما تاناكا انفجر، وده معناه ان مكانهم وصل للاراسكا. ماين بيقول لديفيد يجهز العربية بسرعة وهم هيجوا وراه. ديفيد بياخد لوسي وبيركب، ولسه هيدور العربية. لوسي بتفوق، بيطمن عليها، بس بيسمع فجأة صوت انفجارات من عند ماين والبنت اللي معاه اللي كانوا شايلين تاناكا وناويين يصحوه، بس لوسي بتكون خلصت من بياناته اصلا وهم مش عارفين. ديفيد عايز يروح ينقذهم، ولكن لوسي بتمسك فيه وخايفة يسيبها، بس هو بيقول لها تثق فيه زي ما وثق
واثق فيها. بيروح لهم بسرعه بس الدنيا هناك ما بتكونش عال خالص. ماين الجنون بيكون سيطر عليه وبيقتل شريكته اللي معاه وبيدمر كل الشرطه اللي هناك، فبيستدعوا الماكس تاك. ماين بيتصدم، قتل صاحبته لكن خلاص فات الاوان. ديفيد بيدخل عليه بيلاقي ماين بيجهز بمتفجرات في المكان وجسم شريكته عليها علشان يحرقها قبل ما الماكس تاك يتهشمها. بيرتجف ديفيد من المشهد، مش عايز يخسر حد تاني، بيمسك المسدس علشان يدافع عنهم، ولكن ماين بيقول له ان خلاص الموت بيناديه، الوقت خلص والوقت وقتك يا ديفيد، اجري زي الريح ما تخليش حد يوقفك. وفي لحظه قوه الماكس تاك بتتدخل وكل حاجه بتنفجر. ديفيد بيشوف كل حاجه بالبطيء وبيخرج من وسطهم ومعاه دراع ماين. بننط في الزمن لفتره كبيره، ديفيد بيكون خلاص كبر، بيبقى رئيس العصابه حته واحده وهو اللي بينفذ العمليات، بقى حاجه ضخمه خالص وعامل اكتر من عضو آلي في جسمه. ولكن في حاجه ناقصه، لوسي سابتهم بعد اخر حادثه. العمليه المره دي بتكون بنت مخطوفه مطلوب ان هم يحرروها. بيروح لمقر العصابه بيدمروهم في لحظه بعد ما كيوي بتخترق ادمغتهم. بيوصلوا للبوس بتاعهم وبيسيبوا لديفيد الطلعه دي. بيشغل الساند في ستان وبيفعل رجله الآلية الجديده كمان وهوب بيفجر دماغه. بيوصلوا للمخطوفين وبيطلقوا سراح البنت، وبكده مهمتهم بتخلص. وكالعاده بيحتفلوا، والسواق بتاعهم بيقول له انك شبه ماين كتير لكن شكلك هتحقق انجازات اكتر منه بكتير. بيسال ديفيد كيوي ان كانت تعرف حاجه عن ماضي لوسي، لكن بتقول له مفيش هدف من النبش في الماضي، طالما ما قالتش يبقى ملهاش لازمه. بيروح للاخصائي من تاني اللي بيقر عليه لانه لسه بصحته بعد كل الالات اللي ركبها في جسمه، وبيقول له شكلك كده هتبقى نسخه تانيه من ادم سماشر. بنعرف انه وحش الات كامل ومع ذلك بيفضل عايش بناء على الاساطير. بيجي له اتصال من كيوي ان في عميل عايزهم، فبيروح علشان يقابله وبيتفاجئ انه فاراداي. بيقول له انه سمع كتير عنه بعد موت ماين وان ده ودى العصابه في حته تانيه. بيقول له وفر التهاني والملاحظات وخلينا نعرف مبتلينا بطلتك الباهيه ليه. بيقول له هديك اختبار صغير، هتعمل خدمه لصالح شركه ميلتك ودي الشركه المنافسه لاراسكا، هتنفذها وهنشوف الدنيا ماشيه عليه. بس قبل ما تمشي كانت في هاكر معاكم كده غير كيوي، راحت فين؟ فبيقول له مشيت من اخر حادثه ومش راجعه تاني، ولكن فاراداي بيصمم بشكل غريب عليها وانه لازم يرجعها. بيحاول ديفيد يغير الموضوع ويخليه يطلع بالمعلومات اللي تخص المهمه، لكن فاراداي بيقول له ما يسالش في اللي مالوش فيه، ولو في اي حاجه عايزينه يعرفها هيعرفها له. ديفيد بيخلص وبيروح لبيته، واللي سبحان الله قلب من شقه حقيره في قعر نايت سيتي لفيلا على مستوى الكريمه نفسها. والمفاجاه بقى لوسي بتطلع معاه وبيتضح ان هم خلاص يتجوزوا اساسا. ويا ابن اللعيبه ديفيد الراجل من دار الراجل يلا. بيسالها لو كانت ناويه ترجع معاه من تاني وتبقى شريكته، لكن هي بترفض لانها محتاجه شويه وقت اكتر. بعدها بيروح المكان تاني بعيد مش منور وغير الليل وسماء ونجوم وقمر، وبيقول لها ايه مش ناويه تحكي لي عن ماضيكي ولا ايه؟ بقيت رئيس العصابه واتجوزنا كمان، مستنيه نخلف ولا ايه؟ فبتحكي له وبنرجع فلاش باك لما كانت ضمن اعضاء اراسكا زمان، خطفوهم وهم لسه عيال صغيره علشان يدربوهم كجيش مخترقي شبكات. بيوكلوهم بمهمه وهي اختراق شبكه الانترنت القديمه، واللي بنعرف انها انهارت من 50 سنه بعد ما اسقطها اعظم هاكر في تاريخ راتش بارتموس بالفيروس بتاعه كراش، وفتتها المليون شبكه. وكان هدف اراسكا يجمعوا ارث معلومات الزمن القديم، بس كل ما حد فيهم يلاقي معلومه الذكاء الاصطناعي يفجرهم. بيموت واحد ورا التاني ومحدش بينقذهم، فبتقرر لوسي تقلب الضفه عليهم هي واللي نجوا من زمايلها. بيقتلوهم بالمهارات اللي اتعلموها منهم وبيهربوا لغايه ما بيتفرقوا. لوسي بتفضل تتنقل من مكان للتاني خوف ان حد منهم يلاقيها، لغايه ما استقرت في نايت سيتي بعد ما كيوي لقيتها. وفجاه ايد ديفيد بترتجف زي ماين بتقلع على لوسي، لكن هما الاتنين بيهونوا لبعض الامهم تحت انوار القمر والنجوم. بعدها بنروح لمكان تاني بنلاقي واحد من اراسكا بيخترق معلومات تاناكا اللي جمعتها لوسي من قبل كده، ولكن فجاه دماغه بتتفرتك وبتظهر لوسي من الظلام بعد ما قضت عليه. بيدمر ديفيد دماغ احد موظفين اراسكا ايفانز. بتيجي الموظفه اللي بتشتغل هناك وبتترعب من المنظر، ولكن بيفوت الاوان وديفيد بيدمر دماغها هي كمان. ديفيد اتغير خالص يا جدعان. بنروح عند مقر اراسكا، بيبقوا بيحققوا في كل قضايا القتل اللي حصلت لهم اخر فتره. بيوصلوا ان هم عايزين الهاكر اللي قتلت ايفانز وهاكر تاناكا، لازم يلاقوها لانها الاخطر عليهم. لوسي بقت هدف منظمتها من تاني بعد مرور سنين. دنيا ملهاش امان فعلا. وبيقرروا يستدرجوا الوسيط اللي السبب في كل ده من وسطاء نايت سيتي، واللي منهم صاحبنا فاراداي. بيعينوا عصابه علشان تخطف، ولكن بيعرف يفلت منهم وبيروح يقابل زعيم ميلتك
بس بيخلي بيه بيقول له احنا ما خلفناكش ونسيناك، روح شوف لك اللي يحميك، ملناش في الطلعه دي، حتى انت اتخذت على فكه حلتها. فبيقرر يقلب الدفه ويتواصل مع اراسكا. هاي زي ما توقعت اراسكا بالظبط. بيبعتوا له واحد منهم وبنعرف ان كل اللف والدوران ده بين ميلتك واراسكا علشان ميلتك عايزه سلاح فتاك عندهم واللي هو هيكل عظمي الكتروني بالكامل، يعني اقوى بكتير من الساندفستان اللي مجرد سلسله ظهر. بيوافقوا على طلبات فاراداي اللي رفضتها ميلتك بس في مقابل انه يقتل اي حد عارف بالجهاز ده. تاني طلب يجيب لهم الهاكر اللي مشقلبه حياتهم ومبوظه كل مخططاتهم، ولو جابها حيه لمليون ولو ميته لنصهم. وبيوافق فاراداي طبعا. بعدها بنروح لديفيد هو وعصابته واللي بيكونوا في مهمه من المهام تلال جثث متكومه في المكان بعد ما خلصوا عليهم. بيقف واحد منهم وبيبان عليه جديد في الكار، نظره عيونه المرعوبه من ديفيد بتقول كده. للحظه ديفيد بيحس انه متأيد لما بيشوف في نظره عينيه نفس النظره اللي شافها في الموظفه قبل ما يقتلها. الراجل بيفوق من رعبه ولسه هيقتل ديفيد بس بتنقذه روبيكا في الاخر وبتصرخ فيه علشان يفوق. بعد ما يخلصوا السواق بينزل كل واحد لوجهته. ديفيد بينزل ورا ريبيكا علشان تعرف ماله، لكن هو بينكر اي حاجه، فهي بتجيبها من قصرها بتقول له بلاش يستخدم ادواته والساندفستان وهي والفريق هيحموه، مش عايزه تشوفه في مكان اخوها اللي مات. بالليل ديفيد بيبقى في بيته وهو بيبص لصورته هو وامه جنب رثتها. بيرجع فلاش باك لما قتل الموظفه ولما تخيل وقتها راس الراجل اللي قتله والموظفه بيخرج منها اسلحه آلية. ديفيد على مشارف الجنون الآلي. بنرجع تاني لديفيد اللي بيكون بيعيط على حاله وفجأة بيغمى عليه. بتوديه لوسي للأخصائي اللي بينصحه يوقف استخدام الآلات وإلا خطوة كمان والجنون هيحتله. بيتعصب عليه ديفيد وبيصرخ عليه يجيله بالأدوية لدرجة إنه كان هيخنقه في إيده بس بتوقفه لوسي. بيرجع ديفيد لعقله من تاني وبياخد الأدوية وبيمشي وبيقول للأخصائي تحذير، استخدام الأدوية تأثيره لحظي لكن مع آخر إزاز هتستخدمها عقلك هيروح ومش هيرجع تاني وهتبقى على مشارف الجنون الآلي. لوسي بتصر عليه يسيب الأجهزة لكن هو بيقول إنه لازم يحقق اللي أمه وماين كانوا عايزينه منه قبل ما يموتوا. فبتقول لوسي بطل جنان، ما تتغرش قوي إن الساندفستان ما أثرش فيك لأن مصيره هيأثر، أنت إنسان مش آلة بجد. وهنا بينهار ديفيد على ركبه وبيقول إنه قتل الموظفة وقت المهمة كانت قد أمه وعندها ولد كان من سنه، من كتر اللي قتلهم ما بقاش عارف حتى إن كان مجنون ولا لأ. بيطلب منها ترجع تاني جنبه بس هي لسه بترفض بحجة إنها محتاجة وقت أطول، لكن هو بيعرف إن في حاجة مخبياها وبيحاول يخليها تتكلم لكن هي ما بتقولش حاجة. بيطلب منها إن هما ينفصلوا خلاص بقوا مختلفين وهي بتتصدم وبترفض طبعا، بس بيجي لها فجأة إشارة إن في حد تاني بيحاول يخترق بيانات تناكا ولما يسألها في إيه بترفض تقوله، ولكن بتبلغه إنها هترجع البيت وإنه يستناها وهيتكلموا في موضوع الانفصال. بتروح تتتبع الإشارة وبتلاقي هدفها بتتجهز علشان تقتله، ولكن فجأة بيطلع حد تاني وبيصيبها في دماغها بليتش بيخليها تفقد الوعي، ومن وسط الضلمة بيطلع فاراداي وجنبه كانت كيوي. بنروح فلاش باك وبنعرف سبب رفض لوسي انها ترجع العصابة طول الوقت ده. بتطلع انها كانت بتحمي ديفيد بعد ما شافته في ذكريات تناكا وهو بيضرب ابنه بالساندفستان. بتفهم ان هم عايزينه في تجربة جهاز الهيكل الخطير لا محالة، فبتتلف البيانات وهي اللي بتفجر دماغ تناكا اللي بسببه وصلت الاشارات لاراسكا ومات ماين وصاحبته، ده غير كل الهاكرز اللي تعينوا من اراسكا علشان يرجعوا البيانات فقتلتهم. كل ده عشان تحمي الوحيد اللي وثقت فيه وحبته ديفيد. بنرجع تاني فاراداي وكيوي بيكونوا حواليها بيكتشفوا سرها الخطير انها كانت من اعضاء اراسكا، فبيتبسط فاراداي بالاكتشاف ده وبيقرر يساوم عليها اكتر مع اراسكا. كم انت زبالة يا فاراداي. ما بيوقفش لهنا، لا بيتواصل مع ديفيد على مهمة جديدة، شحنة خطيرة اراسكا هتستلمها ومهمتكم توقفوها وتاخدوا الشحنة. بينظم ديفيد الدنيا بين فريقه وقبل ما يروح يشحن نفسه بكمية كبيرة من الادوية. ريبيكا بتتصدم لما بتشوفه على الحال ده وتحاول توقفه لكن هو مش بيسمعها. بيقول لها انه محتاج منها طلب وهي الوحيدة اللي تقدر تعمله، كل ما الدواء يخلص تحقنه بدواء جديد، لازم تعمل كده والا كلنا هنموت. وبعد ما بيوصلوا بيشوفوا عربيات اراسكا من بعيد وشوية عصابات بيغلوشوا عليهم زي الدبان بس بيتفعصوا في ثواني. ديفيد بيشوف المشهد من فوق ومستني اللحظة المناسبة لغاية ما بتيجي وبيطلع هو وفريقه بعربيته. ريبيكا بتصرخ فيه انه ما يستعملش الساندفستان وهو بيوافق، ولكن بتيجي عربية من وراهم تستهدفهم وفي لحظة ديفيد بينسى وعده وبيشغل الساندفستان. بيدمر مدافع العربية في ثواني وبيلاقوا عربية كمان بتواجههم من
قدام، فبيجري يشغل الساند في ستان مره كمان وريبيكا هتتجنن منه. ديفيد مش عارف انه محطوط في اختبار من الشركات وبيدمر نفسه بنفسه. فاراداي بيتواصل مع اراسكا بيقول لهم ان الخطه ماشيه عال العال، وانه كمان كلم الميلتك علشان يتدخلوا كمان، وبكده فاراداي شعل كل الاطراف وهيشوف مين هيكسب في الاخر وهيختاروا معاه. وانا قلت لك انك زباله يا فاراداي قبل كده، كما انت زباله يا فاراداي. ديفيد بيكون لسه عند العربيه اللي قدام واكتشف انها شغاله بسواق آلي، فبتشعل في دماغه الفكره وبيستخدم الساند في ستان مره كمان وبيخلي ريبيكا تضرب الخطاف ناحيته وبيلفوا في لمح البصر على صخره كبيره، فبيشقلب العربيه اللي بتتحشر في حفره وبتقف. بيحاول ديفيد يتصل بلوسي ومش بترد، ما يعرفش اللي مستنيه ومستنيها. كيوي بتحاول تفتح العربيه ولسه بياخدوا نفسهم، ولكن على مين؟ فجاه بيجي جيش من قوات الميلتك بيهجم عليهم، وفي نفس الوقت بتفتح كيوي العربيه فبيدخلوا جواها، ما يعرفوش ان هم فتحوا بوابه جهنم وكيوي هي مرشدتهم. بيلاقوا الهيكل المدمر السايبر سكيلتون، وفجاه بيجي اتصال من لوسي لديفيد بتقول له يركب البتاع ده فورا والا كلنا هنموت، وبتستخدم جملتهم سوا انا واثقه فيك. لكن بيطلع ده كله فخ من فاراداي اللي هكر لوسي علشان تقول الكلام ده، بس فات الاوان. ديفيد بيسمع كلامها في ثواني وكيوي بتديله المفتاح وبتمشي، ولما بتطلع بتعطل هي والسواق وبتهرب. ريبيكا في العربيه بتصرخ فيه بكل جنان يا متخلف، وياك تركب البتاع ده هتموت وكلنا هنموت. ولكن ديفيد بيركب وخلاص والتحميل بيبدا يشتغل. هل كده خلاص النهايه؟ كله وقع ومحدش هيقوم؟ لا يا صاحبي، مش بالسهوله كده، دول السايبر بانكس برضه. لوسي بتقوم وبتدي لفاراداي واحده شنكله بتوقعه، بتهرب من الطياره وبترجع تتصل بديفيد بتقول له على كل اللي حصل وان كل ده خطه من فاراداي وعايزينه فار تجارب ليهم، لازم يفك الجهاز الفتاك ده من جسمه. بس فاراداي الزباله بيبقى مأمن نفسه بشريحه بتعطل وعي لوسي وبيغمى عليها بشكل تقريبي. ديفيد بيشعل من الغضب وفاراداي بيستفزه اكتر وهو حاطط رجله على لوسي بتقول له ما تتحمقش قوي كده، رجعها لاهلها مع اراسكا، هم هيخلوا بالهم منها هناك ولا ايه؟ انت سيد اللي عارفين برضه. ديفيد بينفجر من الغضب والجليتش خلاص بيسيطر عليه، هتبقى مجنون قبل ما تركبه يا ابن المجنون. بيكلم فاراداي اراسكا مستقيمه فيك خير وشايفينك تقدر على السكيلتون وعلى الجيوش دي، مع اني اشك يعني. على اي حال هسيبك انا، وريني هتعرف تخرج المره دي ازاي. ديفيد بيبقى وصل خلاص الجنان اللي على اصله، بيحلف انه هيقتله ومش هيرحم حد يقرب للوسي. وعند التحميل 99 ريبيكا بتنقذ الموقف وبتحقنه بالدواء فيتوقف التحميل. يا ريبيكا بطلة السايبر بانكس الحقيقية. بيقول لها ان فاراداي خانهم وخطف لوسي وهو اللي ضرب كل الشركات في بعض ودلوقتي بيروح يقتله. فجأة بيقع عليهم السواق اللي بيقول لهم ان كيوي ضربته وخلعت، فبتصرخ ريبيكا حتى اللي منا لطشونا. الهجوم بيبدأ من قوات الميلتك وصواريخ ودبابات وعربيات حربية من كل حتة، ومن وسط الدمار بيطلع لهم ديفيد مسلح نفسه بالسايبر سكيلتون والساندفستان وبقى كتلة حربية متحركة، جيش في شخص واحد حرفيا كده، بقينا متعادلين. بيدمرهم مش واحد ورا التاني، لا صف ورا صف يا زميلي. ماليه حق قوته تسمح له بكده، بقى بيطير وكمان بقى ليه مجال مغناطيسي، هيعوز ايه اكتر من كده؟ خلاص ديفيد وصل لصفوة الانتاج الحربي ومفيش بعد كده. ديفيد مش بيسمع لحد، وكل ما الاستخدام بيعلى والجليتش بيظهر بيحقن نفسه بالدواء. ديفيد بيدمر نفسه بالتدريج، بس مش همه اي حاجه دلوقتي، عايز يخلص عليهم كلهم ثواني علشان ينقذ لوسي ويلحق فاراداي. وفي دماغه اسوأ السيناريوهات ليه. ريبيكا والسواق بيراقبوه من جهاز التحكم مع السكيلتون، وهم مش عارفين ينبهروا بعظمه ديفيد ولا يقلقوا من جنانه اللي هيدمر بيه نفسه. فجاه بيسمعوا صوت خبط من فوق، ديفيد بيحقن نفسه من تاني بعد ما ولع في كل الجيوش اللي بره، ودلوقتي جاهزين للطلع على فاراداي. ده انت يومك هيبقى نحس فاراداي. بيجروا بعربيتهم على مقر اراسكا علشان فاراداي كان قايل هيسلمها لهم هناك، لكن الميلتك مش بيسيبوهم وبيهجموا عليهم من كل مكان. وفي الوقت ده بيقرر بطلنا ينام، يعني طول الانمي ما نمتش جاي تنام دلوقتي. الميلتك بيصيبهم بس العصابه مش سهله برضه، السواق بيشقلبهم بالخطاف زي ما عمل ديفيد قبل كده، والبت ريبيكا بتديها متفجرات. عند اراسكا بيوصل لهم ان فاراداي لعب بيهم، وكمان ديفيد لسه بعقله ما تسيطرش عليه، وكمان جاي على هنا بهلمته دي كلها. ديفيد بيبقى حاطط رجل على رجل مع رحالته وبيتفاخر انه قدر يسيطر، وقريب هيبقى البيج بوس ليهم كلهم. بتتصل بيه كي وبتقول له ان خطتهم فشلت، وديفيد لسه بعقله ما اتجننش، ابعت لي فلوس يابا، ماليش دخل انا في اللي جاي، انا عملت اللي قلت لي عليه. ولكن فاراداي بيقول لها انها مطلوبه في اخر خطوه في تسليم لوسي وهناك هتاخد فلوسها، وبيقفل. مقلب نفايات يا فاراداي والله. بيصحى ديفيد بعد ما يحط
مخزون من الدواء تاني في جسمه بيولع الدنيا وبيدمر باقي عربيات الميلتك، بس بيبقى على مشارف الجنون وبيفتكر امه كل ذكرياته بيعيشها من تاني وهو مش شايف حاجه. ريبيكا بتقول لازم يروحوا فورا لاراسكا، لوسي هي الوحيده اللي تقدر تفوقه، وهناك بيكون فاراداي وصل فعلا وكيوي كمان، ولكن المفاجاه فاراداي بيقتلها. معلش بقى نسيت اقول لك ان هم طلبوا مني اقتل كل اللي يعرف عن السكيلتون، انت عارفاني بقى بسمع الكلام على طول عمري يعني. الخيانه بتقلب يوم ليك ويوم عليك. كيوي بتطلع في الروح، ولكن بتتصل بعصابتها السابقه وتبعت لهم لوكيشن فاراداي علشان ينقذوا لوسي. السواق بيقول لها والتمر هنثق فيكي، فبتقول له صدقني انا مش عارفه، لكن انا قلتها للوسي قبل كده ما تثقش في حد ابدا من نايت سيتي، لكن دلوقتي انا بترجاكم تنقذوها. وبتموت مش انت لوحدك يا فاراداي اللي بتخون. بتوصل العصابه لطياره فاراداي المستأنس فيها وبيهجموا عليه وفاراداي بيترعب. وعند الاراسكا بيقولوا ان هم مش هيعرفوا يوقفوا ديفيد بالطريقه دي، الا واحد بس هيطلعوا من الاساطير ويرجعوه تاني، ايوه هو بعينه اسطوره الالات ادم سماش. بيكونوا بالفعل جابوه، ولكن المفاجاه برغم ان كله الات الا ان وعيه شغال زي الفل. بيقول لهم ان ديفيد مش هياخد منه غلوه، ده مش قادر يحمل وزن نفسه حتى من غير ادويه، مستحيل يغلبه. وعند العصابه بيكونوا خلاص وصلوا لقمه الاراسكا. ديفيد بيوصل للاخر مراحل تحمله، مفيش غير ازازه واحده متبقيه. بيقف على المبنى وبيقول بقيت عالقه يا امي زي ما انت عايزه. بعدها بيشحن نفسه بالاخيره، خلاص كده ما تبقاش لي حاجه. وفي مكان اللقاء بين فاراداي واراسكا، فاراداي بيبقى ماسك لوسي وبيغريهم بالمعلومات اللي معاها بعد ما سيطر ديفيد على السكيلتون وخطته فشلت. بتستغنى اراسكا عن خدماته، بيقولوا له مالكش عندنا غير فلوس البنت، سيبها وامشي ونبقى نديها لك. بيشقطوها لبعض، بس ديفيد بيجي يحسم الموضوع، بيفوق لوسي وبيدمر كل رجال الامن الموجود في لحظه. فاراداي وعضو الاراسكا بيترعبوا، ولكن ديفيد مش بيديهم فرصه بعد ما يخسف بفاراداي الارض، لكن مش بيموته. بيقول له هخليك تتمنى الموت وما تطلوش، سلم لي على شيطانك بعد كده. ولكن بيجي ادم سماش، لقاء بين عمالقه ضخام مالوش مثيل. شركات ايه يا عم اللي بتحكم ودول موجودين؟ ادم بيقول له انت مش قادر حتى تستكمل حجم الالات اللي مركبها، ما تعملش نفسك مميز. بيهجم عليه ادم اثناء ما كانوا بياخدوا لوسي لبعيد. ديفيد بيتجنن وبيلحقها بسرعه، وادم وراه بنفس سرعته. وفي وسط حركه العمالقه دي فاراداي بيروح في طيس وبيقع من المبنى واخيرا بيموت. يلا الله يحرقك. ديفيد خلاص عقله بيروح، لكن لوسي هنا وهو بيرجع لوعيه بتقول له انا ما كنتش عايزاك تموت. بيقول لها انا ماليش حاجه وما عنديش حلم غيرك، انت عندك حلم ولازم تحققيه. بيهبط بيها لتحت مع عصابته، بيتبسطوا ان هم رجعوا بيحاربوا في قوات اراسكا، لكن ليقطع فرحتهم هبوط ادم من فوق على ريبيكا اللي بيهشمها في ساعتها. لوسي بتبقى عايزه تهكر دماغ ادم، لكن طبعا مش بتقدر وادم هو اللي بيهكرها. بس ديفيد سيلفا انتباهه ليه علشان السواق ياخد لوسي ويهربوا لبعيد. ادم بيتعصب وكان هيقتلهم، لكن ديفيد كان ليه بالمرصاد. بس ديفيد للاسف ما بيستحملش الجهاز اللي على جسمه وبيتفتت. ادم بيقول له مش محتاجين ادمرك، واحد زيك مش معاه قوه مضاده للجاذبيه علشان يقدر يتحمل ده كله، ما تقولش عليه انه مميز. وبيهجم عليه. لوسي بتصرخ في السواق يرجع، لكن هو بيقول لها ان ديفيد اللي امره بكده، ولو رجع كل حاجه عملها تروح، وبلغني اقول لك انه اسف مش هيعرف يروح القمر معاكي زي ما وعدك. وعند ديفيد ادم بيكون خلاص دمر السكيلتون بتاعه والوحش اتخمد، والسكيلتون من عليه بيقع، ما بيبقاش فيه غير جسمه من فوق وراسه بس. بيقول له ادم خساره، كنت هتبقى نموذج حربي مثالي. بعدها بيخلص عليه وبتنتهي عصابه السايبر بانكس خلاص، وباقي التاريخ. بيخلص على ديفيد الطالب الكحيان اللي كان كله همه يلاقي فلوس تعيشه حياته زي الناس ويرضي امه، لكن طالبنا الكحيان بقى زعيم كبير في حرب اكبر، والاول مره يحصل تصادم بين الشركات بسببه. كان هدف كبير لكن محدش استولى عليه غير حبيبته لوسي. وعلى ذكر لوسي حلمها اتحقق، طلعوا رحلات للقمر اخيرا. لوسي بتمشي عليه كجثه من غير روح. تتخيل حبيبها ديفيد وهو بيشاركها حلم عمرها، لكنه خلاص ما بقاش موجود. بتاخد نفس وتبتسم لضوء الشمس اللي كان شبه ديفيد، واثره في حياتها ما بينطفيش زي الشمس اللي مهما بعدت اثرها بيفضل موجود.